3, 2, 1. دول كثير قدمت دعم لسوريا بحرف واحد ما سمعنا منه. الشعب الجزائري أخذ طيارة لعند المجرم بشار الأسد حتى يدعم القاتل بشار الأسد، ويحمل الشعب السوري مهنية يعايرنا في مصائب وتشريدنا يعايرون عليه. هذا الشعب الجزائري. هذا الجزائري يقول انت مروكي مش سوري، يعني مغربي مانك سوري. يا سيدي والله افتخر انه اكون انا من المغرب، وافتخر انه اكون من السعوديه ومن قطر والكويت ومن اي شبر عربي. انا الي الفخر، ولكن والله لا افتخر بان اكون جزائري لما رايناه من انبطاح وسفاهه قله ادب وتشمت بالدماء. والله لا نفتخر بان نكون من الجزائر. الجزائريين ضل حدا بالكوكب ما عرف انكم بعثتوا بطانيات معفنه للشعب السوري. يا اخي الله يلعنكم ويلعن صدقاتكم اللي فضحتونا فيها يا زلمه. يعني لما تعلق الامر بالشعب السوري، لا هنا رانا نتعاملوا مع الدول. انا قلتها لكم وما زلت الح على هذا الكلام، أن النظام الجزائري هذه المساعدات تم استغلالها في أشياء أخرى. الشعب الجزائري الآن في مواقع التواصل الاجتماعي يفتخرون ويقولون نحن أول دولة عربية ساعدت الشعب السوري وأرسلنا 3 طائرات، وهذا كله كذب. وبشار بيتفاخر بالمساعدات اللي وصلت له من الجزائر على سبيل المثال. التلفزيونات 24 ساعة فوق دماغهم. شاهد الكلب الذي أنقذوه، شاهد الطفل الذي أنقذوه، فرد الحماية المدنية يبكي من الأسئلة الرخص ده. لا عمي، الجزائر فضلتوا على راسنا. شكرا لكم، كتر خيركم، ممنونينكم. نحن السوريين بس لا تساعدونا، نحن ما بدنا مساعدة من الجزائر، ما بدنا دعم أبدا. مصاري بالذات ضبوها وخذوها وخلوها عندكم رجاء. الجزائر معكم ضعف نظر من بداية الثورة، ما عم تعرفوا تشوفوا مين القاتل ومين المقتول، ما عم تقدروا تفرقوا بين الضحية وبين القاتل. رجاء هلا ما بدنا اياكم تجوا تعطونا بقى مساعدات وتقولوا لنا نحن ساعدنا سوريا، رجاء، لأنه المصاري عم تبعتوها وراح تبعتوها والمساعدات عم تبعتوها كلها تحين دك فيها متفجرات وتي وتنضرب على سوريا. شعاراتكم ضد إسرائيل، وعدوكم الأول المروك، عدوكم الأول هو الشعب السوري، عدوكم الأول هو العرب. اكتبوا على ظهركم عرب حتى نميزكم، ولا تكتبوا جزائريين، لأنه خليتوا الجزائر تكون مثل للغدر والذل والهوان والانبطاح. وتصرف الحكومة الجزائرية أو العسكر في الجزائر في دعم بشار تصرف غريب جدا، تصرف غريب جدا. زي ما اقول لك في وقت السياسه انتوا عملتوا اشياء شاده كتيره جدا وفاتحين دراعاتكم لبشار، دي قصتكم. لكن مساعدات ايه اللي رايحه للمجرم اصلا ملوش علاقه باي حاجه. تبرعات لحد الان ما في شيء وصل منها. شو تبرعات للشعب السوري؟ الشعب السوري ما له عم يوصل شيء. انه النظام السوري بيمنع دخول المساعدات للمناطق اللي مش خاضعه لسيطرته زي الشمال السوري، وعشان هاي المساعدات تدخل لازم النظام يوافق عليه. وردتنا رسالة من أخ من الجزائر قال لي ليش عم تطلبوا مساعدات؟ هي حكومتنا أرسلت مساعدات لسوريا، إنه المساعدات اللي بترسلها الحكومات لسوريا عم بتروح للنظام، والنظام هو أصلا حريص على قتلنا، هو اللي ارتكب المجازر فينا، بالتالي أكيد ما رح يوصلنا منها شيء. لا ويا ريت بعتينها للشعب، بعتينها للنظام، وحتى في تسريبات بتقول انكم باعثين اسلحه، مش باعثين لا بطانيات ولا اغذيه. الله يلعنكم ان شاء الله، ويلعن هالكم كرتون اللي بعثتوهم يا رجل. السوريون اللي راهم متواجدين في تلك المناطق هم بحاجه الى المساعدات بشكل مباشر، ماشي تروح تبعث المساعدات النظام السفاح اللي ضرب هؤلاء السوريون في إدلب ومناطق شمال غرب سوريا بالبراميل وبالكيماوي، وكل العالم شاهد على ذلك. فضحتونا يا زلمه. الله طيب لا يقبل الا طيب، لانكم خبثه او حالكم الله وغرر فيكم وخلاكم شو تفضحوا السوريين وتحكوا على هالكم كرتون اللي بعثوهم، حتى الله يضربهم بوجهكم، يلكم تضربوا انتو صدقاتكم.
انت يا واطي يا رخيص اللي حبيت تاخد اللقطه، يا واطي يا رخيص عشان انت رخيص وهتعيش طول عمرك رخيص وطول عمرك واطي، حبيت تاخد لقطه في عز ما سوريا ما فيها ازمات. يا واطي يا رخيص يا ندلي يا حساله، انت اللي حبيت تبين للعالم ان انت عندك قيمه، وانت لا قيمه لديك عند العالم، ولا يحترمك احد ولا يقدرك احد. كل اللي بيعرفك بيدف على ابو الساعه اللي عرفك فيها، وانت بصراحه تستاهل كل ده. المزايدة، العنترية، أفعال الصغار والأقزام اللي عايزين يبرزوا عنترية كاذبة وهمية كما العادة. يا إخواني في الجزائر، أنا جزائري اسمعوها مني، والله أنا الآن في محرر، أنا الآن بين شعبي بين السوريين، أقول لكم والله النظام يكذب عليكم، الحكومة الجزائرية تكذب عليكم. ساعدوا بشار، أيعقل بشار معه الطائرات ومع الصواريخ مع الكيماوي ومعه إيران والروس وكل أعداء الله عز وجل، وتبعثوا له إغاثات وإعانات وحماية مدنية جزائرية وتتركون هذا الشعب. بشار الأسد أو النظام السوري هم اللي مانعين المساعدات عن سوريا مش العقوبات. انت راك متفاهم مع السفاح دمشق، لكن هناك سوريون خاص يكون عندك التزام اخلاقي تجاه الشعب السوري الذي لا يخضع لسيطره نظام السفاح دمشق. المساعدات الجزائريه لم تصل مع كل اسف، وقعت في ايد الشبيحه والمجرمين الذين لا يتورعون عن القتل والاجرام وكل النجاسات. هتيجي عليهم السرقه. شعب ولا بشار الاسد صار له عايش بالجوع من 12 سنه لهلا، ما اشترى لهم بيورو او دولار واحد حزمه مساعدات، عم يشتري فيهم انت ويزتون على ناس ليبيا اللي هلا تحت الانقاض موجودين. يعني انتوا مواقفكم القذره معروفه، بس ما كناش متخيلين ان انتوا توصلوا بكم الوساخه والحقاره والدناءه لموقف ان انتوا تحاولوا تستغلوا الازمه السوريه بحيث الزلازل علشان خاطر تبينوا ان انتوا جامدين وان انتوا بتساعدوا. والله يلعن ابو كل واحد مثل كم بده يقدم لنا مساعده. اللي بده يقدم مساعده ويعاير او يمنن فيها الله يلعن ابوه اذا يقدمها. ده اللي انت بتحاول تلويه لعبقة وتفهمه ان النقد ده عشان احنا كبار، عشان احنا عظام، عشان احنا الناس تحقد علينا، عشان لا، الناس تكره تصرفاتك اللي طول عمرها كده. فرجاء الجزائر بدكم ساعدوا ببلادكم، لا تقربوا علينا انتم، نحن ما بدنا مساعدتكم يا الجزائر، كتر الف خيركم، يسلموا ايديكم، شكرا، ممنونينكم، انتم مناح نحن مو مناح، بس بعدوا من عنا، رجاء لا تقربوا على سوريا. والاعلام الجزائري بيحتفل، ده هو تبقى عايز تبصق على الجميع يعني، والمؤيدين وبتاع. ازاي يعني؟ قال ايه؟ ازاي تبون قدر يكسر القانون بتاع منع مساعدة نظام بشار؟ يا اخي دهده. ويطلع الاعلام الجزائري يقول لك ايه؟ طب ما العالم كله ساعد سوريا، ومصر والاردن ساعدوا سوريا واتكلموا مع الرئيس الاسد، اشمعنى الناس بتهاجمنا؟ علشان ما فيش حد اتعامل بطريقه وسخه وطريقه فيها قصه عبده مشتاق غيركم. ما حدش كان مشتاق للبطوله في عز ما سوريا عندها زلزال وفي عز ما الناس ما بتموت تحت الانقاض غيركم. ده الموضوع، فما تلوهوش بان الجزائر القوه الضاربه اللي الناس كلها بتحقد عليها عشان عظيمه. في ايه عظيمه؟ ما شفنا لهاش عظمه، بل شفنا رخص وشفنا ضآلة وشفنا صغر وشفنا اللي الناس استنكرته ده. لك السعوديين صاروا من امبارح لليوم جامعين 120 مليون ريال، ما واحد منهم طلع حكى كلمة. فضحتونا الله يفضحكم. عاش كل شعب عربي حر وشريف ليس كأمثالكم.